مبروك للزمالك والجمهور وبطولة الدوري، وعلى الحلوة والمرة معاك يا أهلي لحد الممات. احنا بنشجع النادي الأهلي عشان بنحبه، مش عشان بنحب بطولاته ولا عشان هو نادي بيكسب بطولات يعني. الحاجة التانية اللي عايز أقولها إن احنا ما نستاهلش، احنا ولا نستاهل نلعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولا نستاهل إن احنا نحقق لقب الدوري، يعني ده كده كده مفروغ منه. لأن أنت لو جيت بصيت على الموسم كتوتال، أنت لعبت مثلا ثلاث أربع ماتشات حلوين في الموسم كله، والباقي ما فيش، لا في كورة حلوة ولا في روح ولا في أي حاجة تقول ان انت فعلا تستاهل حتى على الاقل تلعب في دوري ابطال افريقيا. فبحق ربنا ما نستاهلش خالص يعني. ولو في حد سبب في ده، فالسبب الاول والرئيسي هو كابتن محمود الخطيب، والله كابتن محمود الخطيب. وما تحاولش تقنع نفسك بحاجه غير كده، لان كابتن محمود الخطيب هو اللي كان بياخد كل القرارات الفاشله اللي يعني فشلت النادي الاهلي ووصلته للحاله دي. من مدربين ما لهمش اي 30 لازمه، لعقود بتاعت مدربين صعبه جدا ان هي تتعمل في اي نادي في الدنيا. مدرب جاي لك مغمور محدش عارفه، ريسك بالنسبه لك، وتحط شرط جزائي ب 6 و7 مليون وانت مش ضامن ان هو ينجح. ولاعيبه كسر بتيجي النادي الاهلي لا تستحق ان هي حتى يعني تمشي بس جنب النادي الاهلي. وقرارات كتير كلكم عارفينها، فهو السبب الاول والرئيسي اللي وصل ليه النادي الاهلي للاسف. فيا رب يكون موسم للنسيان. والنادي الاهلي انا واثق ان هو يعني حتى لو وقع موسم بيرجع بعد كده، الدنيا بتبقى كويسه وبنرجع نقف على رجلينا وبنحقق كل البطولات بعد كده. فيا رب يبقى موسم واحد بس للنسيان، وبعد كده الموسم اللي جاي ان شاء الله الدنيا تظبط معانا ونبقى كويسين وناخد بقى قرارات ونجيب مدرب كويس ونجيب لعيبه وصفقات كويسه. وبلاش بخل، يعني بلاش بخل وبلاش نجيب ناس اي كلام ونوفر دولارات وخلاص. واتمنى نستعجل بقى، يعني نجيب مدرب بسرعه ونجيب لعيبه بسرعه، ما ناخدش وقت طويل ويبقى في تباطؤ في الصفقات وفي المدرب اللي هيجي. عموما مبروك تاني لنادي الزمالك والجمهور، تستاهلوا. ويعني ان شاء الله بقى يعني الموسم اللي جاي نقدر نحقق كل البطولات باذن الله، كونفدراليه او دوري، كل البطولات اللي هنلعب فيها. آه وبس كده يعني. الحمد لله على كل شيء، شكرا.